السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل مع بعض رز صيادية وسمك مقلي وسلطة خضرا. ده الغدا بتاعنا النهارده. أول حاجة هنقطع البصلاية وهنكون غاسلة نص كيلو رز ومصفية كويس قوي من المية. وأقطع البصلة بحطها في معلقة سمنة ومعلقتين اتنين زيت. الرز خلي دايما الزيت أكتر من السمنة شوية عشان خاطر يطلع مفرفر وحلو، ما يطلعش معجن منك. يعني معلقة سمنة عليها معلقتين اتنين زيت. بحط البصلة تتبل في السمنة كده. هنا باكون باجهّز تتبيلة السمك. أنا قشرة 3 فصوص توم، ومعايا معلقة هريسة شطة، ومعايا نُص ليمونة، ونُص معلقة كمون، وساعات باضيف نُص معلقة ملح لو الهريسة عدبة شوية، إنما لو الهريسة أنتِ عارفة إن هي مضبوطة ملح ما تحطيش عشان خاطر ما يبقاش حادق أوي. هنا لازمًا البصلة بتاعة السمك لازمًا تكون محروقة كده. هو كده الرز بتاع الصيادية لازمًا يكون البصل بتاعه محروق، هو اسمه محروق، ما ينفعش تكون صفرا بس. باحط هنا معلقة الملح بتاعتي وعليها نُص معلقة كمون. أنا ما باحطش لا كاري ولا كركم ولا أي حاجة. باشوّح الرز كويس الأول في البصلة، وبعدين بابدأ أزوّده المَيّة. كوباية الرز بتاخد كوبايتين 2 مَيّة. أنا طبعًا دقيت التوم وخلطته على الهريسة والكمون والليمون. هابدأ إن أنا أتبّل السمك. السمك بتاعي مغسول ومتنضّف، بس أنا مانيش فاتحاه من الضهر عشان خاطر هو السمكية أصلًا وسط، السمكية مش كبيرة أوي. تبّلت السمك كلّه، هاكون مجهّزة الدقيق بتاعه معلقاه على الزيت. الدقيق بتاعه برضه باتبّله شوية ملح وشوية كمون. لازمًا السمك وأنتِ بتحطيه في الزيت أول مرّة لازمًا يكون النار عالية، عشان السمكية ما تشربش زيت، وبعد كده أنتِ بتوطّي، عشان تفضل السمكية معاكِ مقرمشة وحلوة وتستوي. بس وأنتِ بتحطيه أول مرّة لازم يكون النار عالية. أنا طبعًا كنت وطّيت عليه بقى. بتوقّفيه شوية كده عشان خاطر برضه الحتّة بتاعة البطن ديّة تبدأ تاخد تحميرة برضه وتستوي، ويبقى كلّها شكلها حلو. أنا طلّعت أول سمكتين وهاحط الباقي. أنا دايمًا باحط نُص الليمونة ديّة في الزيت وأنا باعمل السمك، عشان خاطر نُص الليمونة ديّة ما بتخلّيش ريحة الشقة فيها سمك أوي، بتشد كل الريحة بتاعة الزفارة. هو طبعًا مغسول حلو ومنقوع وكل حاجة، بس برضه يعني أنا دايمًا باحب أحطها بتدّي ريحة حلوة. خلاص أنا خلّصت التانيين. أدي إحنا عرفنا بعض. الرز طبعًا لونه جميل، وده بتنجان مخلل وسلطة خضرا، والسمك زي ما أنتم شايفين ناشف خالص جميل مستوي مش طري. وبالهنا والشفا. لو وصلت معايا لحد دلوقتي دوس لايك واعمل متابعة.